السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل بسكوت نشادر. ماشي، هنعمل 5 كيلو. ماشي، عليهم معلقتين جوز الهند بس ناعمين. خلاص، عليهم قصنص حليب، ريحة السمنة البلدي، قصنص حليب ريحة السمنة البلدي، رشة ملح. النشادر اهيت اللي عليها كيس فروتي. ماشي، دي كريمة، هاخد معلقتين كريمة منها. ودي لبن بودر انا محمصاه، دي معلقتين لبن بودر انا محمصاه، لبن بودر اهو. ماشي، عليهم 2 كيلو ونص سمنة، 2 كيلو ونص سمنة. رشة فانيليا. ماشي، كيس بيكنج باودر، كيس واحد لان هحط نشادر واحط نص معلقة نشادر وبيكنج باودر، احط نشادر وبيكنج باودر عشان تعمل. ومعايا كاستر، هاخد معلقتين كاستر، هاخد معلقتين كاستر. ماشي، خلاص كده. والسكر. ماشي، الكيلو الدقيق عليه ربع كيلو سكر. خلاص، والبيض، الكيلو الدقيق عليه 3 بيضات، دي للمكنه. انا بديلكم مقادير المكنه مش مقادير الكيس. مقادير الكيس بنزود البيض، يبقى 4 بيضات. خلاص، بنفس المقادير. بس انا بحب اعزز البسكوت، يعني بحب اخلي طعمه حلو كده. ممكن ما تحطيش اللبن، وممكن ما تحطيش الكريمه، وممكن ما تحطيش الحاجات دي. بس الحاجات دي هي اللي بتخلي ريحه البسكوته جميله، تفضل لاخر واحده، ما تحطيش روايح تانية. وكيس فروت البرتقال بيعزز الطعم، كيس فروت البرتقال بيعزز الطعم. ماشي، انت ممكن ما تحطيش الكاستر، وما تحطيش اللبن البودر، وما تحطيش الكريمه. بس انا بحب البسكوته بتاعتي بتبقى معززه، يعني طعمها يبقى حلو. انا محمصه اللبن البودر، ريحته جميله لما بتبقى متحمصه، بتبقى ريحته حلوه. واحط معلقتين كريمه والكاستر. خلاص، نوضب الحاجه كده ونشوف مع بعض هنحط ايه.